قطة تقفز على كتف إمام مسجد أثناء صلاة التراويح، فماذا فعل؟ شهد أحد المساجد في مدينة وهران الجزائرية موقفا طريفا خلال صلاة التراويح، حيث وثقت كاميرات المراقبة قطة تتجول داخل المسجد قبل أن تفاجئ الإمام الشيخ خلخال دحوى بالقفز على كتفه أثناء صلاته. ورغم المفاجأة حافظ الإمام على هدوئه وسكينته، مستمرا في صلاته دون أن يبعد القطة، ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بحسن تعامله مع الموقف برفق ولين. وأعاد هذا المشهد إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت في رمضان عام 2023، عندما قفزت قطة على كتف الإمام وليد مهساس أثناء صلاة التراويح في ولاية برج بوعرريج. وقد حقق حينها مقطع الفيديو انتشارا واسعا، حيث حصد نحو 2 مليار مشاهدة نظرا لتصرف الإمام الهادئ وتعامله الرحيم مع القطة. تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وأثارت الواقعة الجديدة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها تعكس أجواء الطمأنينة والرحمة في الشهر الفضيل. وعلق أحد المستخدمين قائلا: إنها الدنيا، وهذا رمضان، وتلك صلاة التراويح، يأتي المصلون ويؤمهم الإمام، فتأتي القطة وتعتلي كتفه وكأنها تطلب الأمان. ربنا أعنا على حسن عبادتك، وحبب إلينا بعضنا البعض.